فمن كتر ما كانت الأغنية صعبة الجمهور مفهمش إن عبد الحليم بيقفل باتنين يا ولدي مش واحدة بس. فبص للفرقة قال لها هنعيد تاني، وراح قايل أكتر في الكوبليه التاني وبرضه معرفش يقفل. فبص للجمهور تاني وقال هنعيد. ببساطة عبد الحليم كان عايز يحفظ الجمهور الأغنية على المسرح، فاضطر في المرة التالتة إنه يخطف الكوبليه، لسه الأغنية فيها ساعة ونص متقالوش. حفظته. وعشان قارئة الفنجان قصيدة صعب تلحينها فدخول كل آلة كان محسوب له بالثانية، كل الآلات هتسكت وحسن أنور هيبدأ بالرق. وأول ما حليم اطمن راح مدي لمحمود عفت الإشارة عشان يدخل بالناي. أما دي فإشارة دخول الأورج للعبقري هاني مهنا. بالملي ولا كلمة. حليم قال له الله عليك. طيب دي إشارة مجدي الحسيني. مجدي الحسيني بالأورج هيوصل للناس إن العرافة قاعدة ماسكة فنجان وخايفة من اللي شايفاه. عشان بعد كده كل الآلات هتعلى عشان توصل التوتر للجمهور. وتبتدي تقرأ هي شايفة ايه. جلست. ولما تدخل جوه بروفات عبد الحليم هتلاقي في أغنية حبيبها الموضوع كان أصعب بكتير. كل ده إفيهات. هو بيطلب هنا من الفرقة إن كل دي تبقى إفيهات، الإفيه اللي هو التأثير أو المفعول، وهو في كلام الأغنية بيقول إنه خلاص وصل لمرحلة الشك، فمحتاج إن الإفيه يكون عالي عشان الجمهور يبقى واصل له الإحساس. لا ترملوا ده خالص، ده ترملوا عنيف. بص هي دي معلومة ممكن نعيش من غيرها عادي، بس الترملو ده هو عبارة عن صوت نغمة متكرر لما بيتحط بيزيد نسبة التوتر والدراما أكتر. فتتوتر أكتر، كلام تقيل، شك وخيانة، وصوت المزيكا بيعلى فتحس إنك بتسمع الأغنية وبتتفرج عليها. شك ضباب حطام بعض يوثق بعض يوثق بعض والموضوع وصل ان مصطفى النحاس راح مكلم مدير الاذاعه قال له هو مين اللي طالع يردح على الراديو ده، وقف لي الاغنيه دي حالا. وعلى حزب وداد اللي في ناس كتير ساعتها اعتبروا كلامها الحاد صريح. لا حسلم بالمكتوب ولا حرضى أبد مولود. وتكرر تاني نفس الموقف في أغنية لست قلبي، لأن رجال الدين ساعتها اعتبروا إن الجملة اعتراض على المشيئة الإلهية. قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى.